في ايطالي كتير جدا بيتقال، والكلام ده بيتقال كأنه كلام عادي، مش ان هو ايطالي. وفي طبعا كتير جدا مش عارفين الكلام ده اساسا ايطالي. ايطالي بيتقال بشكل كتير جدا جدا، مش بس في حاجات معينة او في مواقف معينة، لا بيتقال في مجالات كتير جدا جدا. يعني جوه البيت او جوه الشقة في كلام كتير جدا ايطالي بيتقال. في الميوزك، في مجال المزيكا بيتقال كلام كتير جدا ايطالي. وبالمناسبة معظم كلمات الميوزك، مش بس يعني في منطقة معينة، في العالم كله تقريبا كلمات الميوزك معظمها ايطالي. وده ممكن نشوفه بالتفصيل في فيديو خاص عن الميوزك بالايطالي. في الشارع، في اماكن كتير جدا بيتقال ايطالي بشكل قوي جدا 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 جدا. والكلمات دي بتستعمل كانها كلمات عاديه، يعني كلمات بتستخدم معاها بشكل عادي، مش معروف حتى انها ايطالي يعني. يعني مثلا يعني لو واحد قاعد في الغرفه بتاعته دلوقتي او في البيت بتاعه، بيلاقي كلمات ايطاليه جدا كتير جدا بتتقال، زي كلمه لامبا. كلمه لامبا دي كلمه ايطالي، اللي هي اللمبه، اللي هي بالانجلش لامب، بالايطالي لامبا، دي ايطالي. زي اباجورا، اباجورا دي ايطالي. زي اجندا، الاجندا او النوتة. الاجندا والنوتة دي كلها كلمات ايطالي، النوتة ايطالي والاجندا ايطالي. دي بس بعض الكلمات. and ستيب باي ستيب ممكن نعرف الكلمات دي اكتر وفي اكتر من مجال، لانه بيتقال كتير جدا جدا. وانا فورتونا.